إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هل النار التي تنضج الجلود يا مصطفى محمود أتكون نارا معنوية أم أنك تريد أن تفسر الإسلام تفسيرا أمريكيا بعدما كنت قبل ذلك شيوعيا وتهكمت على الله في كتاب لك اسمه الله والإنسان؟ أتدرون ماذا قال الطبيب في هذا الكتاب؟ قال لرب العزة أحقا ستبعثنا يوم القيامة؟ وإذا كنت ستبعثنا يوم القيامة هل ستبعث القملة التي في شعري ولا تسمعي؟ يا الله، يبعث القملة التي ماتت في رأسي. لقد جاء أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وتركها بين كفيه ونفخها بفمه وقال للحبيب متهكما يا محمد وترى أن الله سيبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ فقال له الحبيب المصطفى نعم يا أبي ويبعثك ويدخلك النار. فلما قال له النبي ذلك إذا بأمين وحي السماء وسفير الأنبياء جبريل ينزل على السيد المعصوم محمد بقول الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لابد ان تقف كثيرا امام قوله تعالى ونسي خلقه، لانه لو رجع الى الوراء قليلا وذكر مما خلق ما قال هذا الكلام. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قل يحييها من؟ هل قال قل يحييها الله؟ انما قال قل يحييها الذي انشأها اول مرة، حتى اذا لم تكن مقرا لله بالوحدانية فان الذي انشأها وقدر على ايجادها من العدم قادر من باب اولى على اعادتها بعدما تتفرق اجزاؤها، لان الاعادة اهون من البدء، وان كان البدء والاعادة في حق الله هينين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جمع بين الاضداد، جمع بين النار المحرقة وبين خشب الاشجار الذي يفل من حرارة الشمس، فالذي جمع بين الضدين ومرج بين البحرين وخلق الليل والنهار، الليل مظلم والنهار مضيء، البحر مالح والنهر عذب، جمع بين الأضداد، قادر على ان يجمع الحياة بعد الموت. أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى قادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. أنسيت يا صاحب التفسير العصري يوم قلت لكي نفسر القرآن تفسيرا عصريا يتناسب مع شارع فؤاد وميدان العبرة، فكيف نفسر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ قال سيادته لا بأس إذا نظر الإنسان إلى امرأة بقصد أن يتأمل في عظمة الله وجلال الله، يعني انظر ما شئت الى النساء، ولكن اذا نظرت الى امرأة وملأت عينيك الجائعتين من وجهها وجمال عينها وشعرها وسيقانها وغير ذلك انظر اليها، ولكن بشرط ان تقول تبارك الله احسن الخالقين. ما هذا الجمال؟ هذا هو التفسير العصري، هذا هو التفسير العصري. لا يا اخي، ان الله قال في حديثه القدسي النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقد قال مولانا جل جلاله في القرآن الكريم لمن أراد أن يعمل النظر في قدرة الله لم يقل أفلم ينظروا إلى النساء فوقهم كيف خلقناها، انما قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها فزيناها وما لها من فروج، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يا اخي يا اخي، لقد عددت لهذه العقلية التي تدمر ولا تبني، تفتح باب الفتن ولا تدعو الى الاقامة والبنيان. يا اخي اسمع الى هذا الاجنبي لودفيج ليفي لينز، بروفيسور في جامعة برلين، في جامعة برلين، استاذ العلوم الجنسية في جامعة برلين، كبير الاساتذة، واسمه لودفيج ليفي لينز. اتدرون ماذا قال؟ يقول ذلك البروفيسور لقد بحثت في علوم الجنس وقرأت كل الكتب فلم اجد كتابا بين الجنس بيانا صادقا وقاطعا وجازما وبين العلاج من هذا المارد المدمر الا الكتاب الذي انزل على محمد. ولقد عثرت في هذا الكتاب على آية لو اخذت البشرية بها لاصلح الله من حالها. كلام البروفيسور. اتدرون ما هذه الآية؟ هي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقال ان خروج المرأة الى عملها والى شارعها واختلاطها بالرجال دمر الحياة الزوجية بينها وبين زوجها،
لأن الرجل يقضي سحابة يومه بين ألوان من النساء، والمرأة تقضي سحابة يومها بين ألوان من الرجال، فعندما يلتقيان في البيت يكون الجنس بينهما باردا لأنه أطفئ في الخارج. ولو سمعت يا سيادة الطبيب إلى ما قاله زعيم فرنسا المارشال بيتون، ما قاله يوم دست المدفعية الهتلرية حصون فرنسا وقلاعها، وقف زعيم فرنسا يومها يقول: أقر واعترف أن الذي هزم فرنسا هو المرأة، لا مدفعية ألمانيا، النساء، الجنس المدمر المارد الذي خرج من قمقمه فدمر كل شيء. وبعد ذلك انتقل الطبيب نقلة أخرى وقال: أنأخذ الإسلام من خطباء الجمع، أنأخذ الإسلام من خطباء الجمع الذين لا هم لهم إلا أن يدخلوا الناس النار. وأنا أتحداك إذا كنت تصلي الجمعة، لو كنت تصلي الجمعة ما قلت هذا الكلام. إن هذا الكلام دليل على أنك ما سمعت خطبة يوم الجمعة. هل كلام الخطباء يوم الجمعة كله عن النار؟ الله يعلم ورسوله يشهد أن هذا محض اختلاف. ولكن ماذا أقول لك وقد نام الأزهر وترك الميدان لأمثالك يفسر القرآن تارة ويعترض على سنة رسول الله تارة ويدعو إلى الإسلام العصري تارة. ماذا أقول لك يا طبيبنا وأنت المريض بعقدة تسمى كراهية الإسلام، تسمى كراهية الإسلام؟ يا شباب المسلمين ادرسوا كتاب ربكم وسنة نبيكم واحذروا المضللين والمضللين، واعلموا ان هؤلاء نلتمس لهم العذر لانهم لا يأتون بهذا الكلام من عنديات انفسهم، انما يأتون بهذا الكلام من نشرات تصدرها السفارة الموسكوية، سفارة موسكو او سفارة واشنطن، وهكذا 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 تلعب الدول الكبرى لتضلنا عن سبيل الله، ولكننا سنعلنها